ما فتش على دار النشر تشوف عملوا ايه في الروايه اللي قدمتها لهم؟ قصدك روايه الارواح الهائمه؟ لسه ليه؟ قالوا ان المدير في اجازه وخد الروايه معاه علشان يقراها. حلني بقى على ما يرجع من الاجازه. ايه اللي ما سمعنا على دار النشر دي؟ ما هي ستي اصلها دار جديده، وكانت عملت اعلان في الجرايد علشان تشتري. ربنا يجعل لك اسمه وتشتغل وياهم على طول. يا ريت يا سميرة، يا ريت. على كل حال الصبر طيب. كل المؤلفين اللي في الدنيا مرت عليهم أزمات بالشكل ده، من أول شكسبير لغاية جلال المعاشري اللي هو أنا. يعني كتير على ربنا أوصل للمركز اللي وصل له شكسبير. مفيش حاجة بعيدة على ربنا يا جلال، وبكرة نفتكر الأيام السوداء ونضحك عليها. يا ريت يا جلال. تصوري إن المؤلف العظيم جلال المرحش مفيش في جيبه إلا 16 مليم. يا خبر زي بعضه، 16 مليم بس. ايه ودلوقتي بقى قولي لي يا ستي، عندنا اكل ايه؟ اكتب عندك يا سيدي. ياه، هم اصناف كتيره قوي للدرجه دي؟ اولا اولا كم عود مكرونه